مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. بجد وحشتوني جدا. طبعا النهارده مش هنعمل أكلة جديدة ولا حاجة، ولا ده كمان إعلان، لا دي تجربتي الشخصية عن طاسات الزهر. عايزة أكلمكم عنها وعايزة أقول لكم إيه مميزاتها وإيه كمان عيوبها، وعايزة أقول لكم إزاي تحافظوا عليها. هنتكلم على كل تفاصيلها. بس في البداية لو لسه ما اشتركتوش معايا في القناة يا ريت تشتركوا وتدوسوا على زر سبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل فيديوهاتي، وطبعا تعملوا لايك على صفحتي على الفيسبوك. واهم حاجه تقولي لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. انا جبت ماركه جديده اسمها جريف، بس مش عايزه اقول لكم الماركه حلوه قوي. هي مشكله طاسات الزهر معايا حاجه واحده بس، ان هي تقيله. اول حاجه انا هتكلم على عيوب طاسات الزهر. هي ليها عيبين اتنين من وجهه نظري، انا بتكلم ده كله من وجهه نظري انا. اول عيب فيها ان هي وزنها تقيل، يعني دي مقاس 20. بصوا وزن صراحه، بصوا المقاس 30، دي بالنسبه لي عيب. تاني عيب بالنسبه لي ان هي من حديد الزهر فهي بتصدي، فدي مشكله ثالثه. بس انا قدرت اتغلب على الاثنين. اول حاجه تقيله، انا بستخدمها بحطها على الطاسه ما افضلش ماسكاها طول الوقت، فما علينا، يا دوبك الغسيل بس ويا دوبك بجيبها من المطبخ فتعدي. تاني حاجه ان هي لو جت عليها ميه بتصدي. لو انتوا استخدمتوا الخطوات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي مستحيل تصدي، وهتعيش معاكم مئات السنين. يعني دي انت بتروحي وبتورثيها للاجيال اللي بعدك، يعني بتورثيها لبنتك وبنتك بتوصل. يعني دي من اكبر مميزات طاسات الزهر، ان هي ولا بتتجرح ولا بتبوظ. بتورثيها لبنتك وبنتها، وبنتك بتورثها لبنتها، وهكذا. يعني دي تتورثها الاجيال، يعني تقعد يعني مش عايزه اقول لكم الاف السنين، هنقول مئات السنين، يعني مش بيجرى لها اي حاجه. وطبعا صحيه جدا جدا جدا. وطبعا انتوا تحسوا ان هي مسامها واسع شويه، لا احنا من اول خطوه بنعملها ان احنا لازم نحطها على البوتاجاز تسخن كويس جدا قبل ما نستخدمها. ولما بتسخن كويس جدا كل المسام بتاعتها دي بتقفل وما بتلزقش خالص، والاكل فيها ما بيلزقش نهائي. يعني هي خطيره. هتلزق في حاله واحده لو انتوا ما سخنتوش الطاسه كويس جدا. وكمان هقول لكم ازاي تعتنوا بيها وتنضفوها. اول حاجه بالنسبه لي، احنا اول لما بنجيبها بنغسلها بالميه والصابون مره واحده بس، وبعد كده بنشطفها. اهم حاجه فيها ما سيبش فيها ميه، لا اما بقى بنشفها بفوطه كويس جدا عشان ما تبقاش فيها اي ميه. بس انا بالنسبه لي الفوطه مش كافيه، لا انا بحطها على البوتاجاز لغايه لما تنشف خالص. واول لما تنشف انا بعمل ايه؟ اسيبها تبرد خالص، واروح عامله ايه؟ زيت نقطه، مش بحط كتير، نقطه واحده، مش مشكله. وبجيب بقى فوطه مطبخ، بجيب بقى مناديل مطبخ، فوطه مطبخ، اي حاجه، واروح ايه؟ مسحيها كويس جدا. ودي مش هينفع تمسحيها من جوه بس، لا بتمسحي كل حاجه فيها حتى اليد، لان هي كلها زهر اهي. ونروح مسحينها كويس جدا من كل حته، وبعد كده نجيب منديل تاني ونمسحها. المهم ما تبقاش فيها اي زيت. انا بديها بس طبقه عازله، وبنمسحها كويس جدا بالشكل ده. ده المفروض بيحصل مع كل استخدام. طبعا احنا كده بنعمل لها طبقه عازله، فمستحيل تصدي معانا، فبنشيلها لغايه لما نيجي نستخدمها المره اللي بعدها. تاني خطوه معايا دي ممكن اعملها مثلا كل شهر من استخدامها، ان انا بغسلها بالميه كويس جدا والصابون وانشفها، وبعد كده احطها على النار واحط لها نقطتين زيت زي ما انا عملت دلوقتي، واروح قلباها واروح حطها في الفرن لمده ساعه على اعلى درجه. وبعد كده بطفي الفرن واسيبها بقى لغايه مثلا لما تبرد خالص، واطلعها بتبقى يعني تمام ومستحيل تصدي معانا. دول خطوتين مهمين جدا لتنظيف اواني الزهر. مش عايزه اقول لكم هي صحيه قد ايه. طعم الاكل فيها بيبقى خطير، كل ما تقدم كل ما طعم الاكل بيبقى خطير فيها. فانا انصحكم ان انتوا تجيبوا طاسه واحده على الاقل، جربوها. ده مش اعلان على فكره، ده انا مجرد انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه وعن حاجه انا فعلا لما طبخت فيها عجبتني جدا، ودي طاسات العمر الطويل. فانا انصحكم ان انتوا اي عروسه بتجهز تجيب لها طاسه ولا طاستين منها. ويا سلام بقى لو جبتي حله خطيره، بس هي مشكلتها في الوزن بس، لكن هي خطيره والاكل فيها بيبقى خطير جدا. لو عايزين فيديوهات من النوع ده، ان احنا نجيب حاجه ونقعد نتكلم عنها، اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.